السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبات الفجل من النباتات المحببة جدا في مصر، ويمكن ان احنا كمان بناكله تقريبا جنب كل وجبة فطار، بالذات جنب السمك، واللي ثبت بعد كده ان يعني قد ايه اهمية وجود الفجل مع تناول السمك. النهارده ان شاء الله هعمل الفجل بطريقة مختلفة شوية، يعني هنطبخ الفجل كده ونعمل منه شوربة ونعمل منه اكلة جديدة غير اللي احنا متعودين عليه. هستعمل طبعا ده فجل صيني او كوري، لو ما فيش ممكن انا ابدله بالفجل بتاعنا بس تكون الراس الكبيره بتاعته شويه. هنحتاج بصل اخضر، هنحتاج بصله صغيره هنحطها في الشوربه ونشيلها بعد كده. هنحتاج توم، ودي قطعه لحمه يعني حوالي 250 جرام عاده. يعني نفس وزن اللحم بيكون نفس وزن الفجل في الطبق ده. هنحتاج فلفل اسود وملح، صويا صوص وزيت سمسم. الصويا صوص اللي بستعمله اي نوع صويا صوص مالح مفيش اي مشكله، يعني هو طبعا في كوريا بيستعملوا نوع مخصص لانواع الشرب، لكن احنا المتوفر عندنا ممكن نستعمله صوص الملح العادي كده. نبدا بقطعه اللحم، عاده لازم يعني على قد ما نقدر تكون قطعه اللحم خاليه من اي دهون او اي جلود فيها، يعني بننضفها كده كويس. وده عاده الاسلوب الكوري ان ما يكونش فيه اي نوع جلود في اللحم. هنقطعها بقى شرايح، الاول شرايح رفيعه كده زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين كده قطعتها شرايح رقيقه. يعني شوربه الفجل دي بتتعمل بطرق كتيره جدا. ممكن ان احنا نسلق اللحم لوحده الاول وهو سليم زي ما هو، وبعدين نرجع نقطعه كده رفيع، لكن يعني الطريقه دي تعتبر هي اسهل طريقه لعمل شوربه الفجل باللحمه. كده دلوقتي انا قطعتها كده شرايح رفيعه. هنحط لها بقى كده معلقه، يعني معلقه صغيره زيت سمسم، ما تملهاش قوي، ومعلقه صويا صوص، نحط لها فص ثوم، بس كده نقليه ونحطه معاه. ممكن نحط لها رشه فلفل اسود، بس كده، ونسيبها بقى ونبتدي نشتغل في باقي الخضروات. لو احنا هنستعمل الفجل المصري هنكتفي بان احنا نقطعه شرايح كده عادي، ممكن نستعمله مفيش مشكله. وبالنسبه للفجل التاني من الاول بنقطعه دواير كبيره زي ما كده، يعني شرايح رقيقه. وبعدين يعني عشان الفجل ده صغير ممكن ان احنا نقطعه ايه 4 كده. هناخد بقى فجل البصل الاخضر ونقطعه كده، هناخد 3 فصوص توم، ده عشان ده كبير، لو صغير ممكن ناخد اقل. ونفرمه كده. عندي كل المكونات: الفجل والبصل، اللحمه، الثوم والبصل الاخضر. هنبدا الاول باللحمه والفجل مع بعض، نحطهم في الحله. كميه الزيت اللي انا حطاها للحمه هي بس دي كل اللي انا عايزاه، مش عايزه اكتر من كده. على فكره ممكن نقلل الكميه لو احنا شايفين دي كميه كبيره علينا، ممكن ان احنا نعمل نصها، يعني 100 جرام لحمه 100 جرام فجل وكفايه. كده اللحمه اللي زي ما احنا شايفين كده لونها اتغير، شربت الميه بتاعتها، اللي كمان ريحه فص الثوم اللي احنا حاطينه معاها كمان عامله شغل. من دي بقى ميه عادي، بسم الله. حوالي 5 أو 6 كوبايات ميه كفايه للكميه دي.
نغطيهم كده. هنحاول كده بقى اول ما نلاقي الرغوه بدات تظهر على الوش، مهم جدا ان احنا نتخلص منها علشان طبعا ما يبقاش فيه اي ريحه مميزه للحمه. بعد ما ابتدت تغلي بقى كده هنحط البصله اللي معانا، ونحط رشه فلفل اسود، ونغطيها بقى يعني لمدة 30 دقيقة 45 دقيقة على حسب ما احنا يعني اللحمة بتاعتنا تاخد وقت تستوي، بس هي مش هتاخد وقت ان شاء الله. ده بعد حوالي 30 دقيقة اللحمة خلاص استوت والفجل خلاص استوى. نحط بقى البصل الاخضر، هسيب شوية صغيرين بس للتجميل في الاخر، ونحط الثوم حوالي معلقة كبيرة ثوم مفري، ومعلقة صويا صوص. لو عندنا فيش صوص يبقى احلى. وكده نكون عملنا طبق المو كوك او المو اللي هو الفجل، والكوك يعني شوربة. ممكن ان احنا نجملها بشرايح من البيض المقلي، وطبعا البصل الاخضر. ممكن برضو ان احنا نعمل نفس الطبق ده نسخة منه حارة، ان احنا نضيف شوية فلفل او مسحوق الفلفل الاحمر الحار، واحنا بنقلبه كده مع اللحمة، وبعد كده نروح بقى حاطين الشوربة بتاعته او المية بتاعته. هيدينا طبق نفس الطبق بالظبط، بس يكون حراق للي بيحب طعم الحراق. طبق الموكوك سهل وخفيف، ممكن اطفال ياكلوه، ممكن كبار السن ياكلوه، يعني ويشبه قوي قوي في المكونات بتاعته او النكهه بتاعته طبق الفول النابت بتاعنا في مصر. طريقه جديده لطهي الفجل، يا رب تعجبكم. انا غادة ياسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حلا لمشكله الخضروات اللي احنا بفضل دلوقتي عندنا في مصر. كل الخضروات بقت متوفره، اي خضري عادي هنلاقي عنده، يعني مثلا ممكن نلاقي هم بيقولوا عليه كرنب صيني او بيقولوا عليه خس كوري، وهو البيتشو الكوري اللي بنعمل منه الكيمتشي وبنعمل منه الحاجات الشرب وكده. هنلاقي برضو الفجل الصيني متوفر، ده شكل الفجل الصيني، وهنلاقيه رفيع وطويل كده، وسعره يعني معقول جدا، ما هوش غالي. لو ما لقيناش ده ممكن نلاقي كبديل للفجل الاحمر اللي هو بتاع السلطه ده، ممكن ان احنا نقشره او حتى ما نقشروش، يكون بديل مناسب للفجل ده.